بسم الله الرحمن الرحيم. ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب يكونوا دايما بصحه وبالف خير. دي طريقتي في عمايل الكبده من سنين ومستحيل اغير، لان انا جربت طرق كتير ما طلعتش احلى واجمل من الطريقه دي بجد. تعالوا نخش على تتبيله. نصلي على النبي كده. معايا هنا شويه من الخل، عصرت عليها ليمونه كبيره، وبعد كده فرمت عليها شويه من التوم، فصين من التوم، نص قرن فلفل احمر، نص قرن فلفل اخضر، وكمان حطيت عليها ملح وكمون وشويه فلفل اسود. التتبيله دي بجد حلوه جدا جدا جدا، بتخلي لك ريحه الكبده واو. في طريقه تانية هتطشيها كده في شويه زيت كده في صينيه كبيره على النار، وشمي بقى الريحه كده هتجيلك لاخر الشقه بجد. وهنا معايا هنا كبده متقطعه على حته من الكلاوي كده او على حته من الكوس. الكبده انا ما بغسلهاش بميه ابدا، انا بعصر عليها ليمونه وبضيف عليها شويه من اللبن واسيبها تصفي الدم بتاعها في قلب المصفى، وبعد كده بشتغل بقى على طول. اوعي تغسلي الكبده. لو غسلت الكبده بالميه او حطيتي عليها خل هتبقى ريحتها زفره جدا جدا ولونها يغمق معاكي. اول ما تنزلي بالطشه كده بتاعت التتبيله كده وتشمي ريحه الخل كده والثوم والبهارات اللي احنا ضفنا عليها، انزلي بالكبده على نار عاليه وما تقلبهاش. ايوه ما تقلبهاش، تسيبيها كده لغايه لما تتشمع مع بعض عشان خاطر ما تتكسرش معاكي وتتفتفت معاكي. هتبداي تقلبيها بقى كده كلها مع بعض كده بنفس النظام اللي شفتيه. هنضيف عليها هنا شويه من البصل، شويه من الفلفل الاخضر الاحمر الابيض الاصفر، اي موجود فلفل وموجود عندك ومتوفر، فلفل بارد فلفل حامي طبعا كله شغال. هتنزلي عليهم بقى كده وتقلبوهم مع بعض كده كويس جدا. وبعد كده هنضيف هنا البهارات. هنضيف هنا معايا هنا بقيه التتبيله. هي تتبيله بجد دي بتدي طعم وريحه حلوه قوي 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 للكبده. انا دودو من المنصوره ودي قناتي. اتمنى تشتركوا في القناه وتعملي لايك للفيديو وخدي جوله بسيطه في قناتي المتواضعه، ان شاء الله تستفيدي معايا. واي سؤال اكتبوا لي في التعليقات وانا هرد على حضرتك على طول، وعرفيني بنفسك كده في قلب التعليقات. تعالي بقى قدمنا هنا الكبده مع البصل مع كل حاجه اللي احنا ضفناها كده مع بعض. وبعد كده هنضيف رشه جريئه كده من الفلفل الاسود، وكتري من الفلفل الاسود، وهنضيف شويه من الكمون، شويه من الكزبره، شويه من الملح. وبعد كده هنقلب كل المكونات دي مع بعض وهتبقى معاكي احلى واجمل طريقه كبده. بجد الطريقه دي حلوه جدا جدا. انا جربت طرق كتير زي ما قلت لك، بس الطريقه دي بلاقيها طعمها حلو وريحتها حلو. وكمان في تكايه كده معايا هنا في اخر الفيديو، بس للاسف ما اتصورتش معايا. بعد ما اخلص تسويه الكبده بجيب حته فحمايه في قلب الطبق وانزل عليها شويه زيت، وبعد كده بغطيها واسيب الكبده كمان تشرب بشويه بريحه الفحم بتبقى خطيره. انسي بقى ان انت تلاقي اي زفاره في الكبده اللي الناس بتشتكي منها، وطعمها بيبقى حلو قوي وريحتها بتبقى حلوه جدا جدا. تعالي ما نشوف. هنا غطيتها بقى وبعد كده نقلبها مع بعض بعد ما استوت. حلوه قوي 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 بجد، طعمها جميل. اتمنى تشوفوا الفيديو للنهايه وتشتركوا في القناه وتصلوا على النبي في التعليقات، واكتبي لي اي سؤال تحبي تساليه وانا هرد على حضرتك على طول. شوفي هنا الكبده بتاعتنا عامله ازاي، طريه وجميله ما هياش ناشفه كده خالص، وحلوه جدا جدا وطعمها بجد حلو قوي. اهي شايفه شكلها عامل ازاي. اوعي توطي عليها النار عشان ما تنزلش الميه اللي فيها. هتلاقيها كده طريه معاكي وجوسي في منتهى الجمال. شويه طحينه وحته مخلل وشويه بطاطس محمره وعيش كده، وكلي بالف هنا.